بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا بكم في مراجعة ليلة الامتحان في الهندسة. معكم مستر أحمد طربوش، معلم أول ألف رياضيات بالمرحلة الإعدادية بمدارس نور المعارف الخاصة بيريا. هنراجع مع بعض إن شاء الله نماذج امتحانات الكتاب المدرسي، ودي طبعا النماذج دي مهمة جدا وبتيجي منها في الامتحان. هنحل مع بعض النموذج الأول. أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. ظا 45 بيساوي نقط، طبعا كلنا عارفين ظا 45 بيساوي 1 صحيح. الفقرة الثانية بتقول إذا كانت جا س يساوي نص فإن س بيساوي نقط حيث س قياس زاوية حادة. جا إيه اللي بنص؟ جا 30 بنص. جا 30 معرفتش، ممكن أقول بالآلة شيفت ساين نص بيساوي، عشان هنا جا يبقى شوف اقول ايه شيفت ساين، ولو جتا اقول شيفت كوزين، ولو ظا اقول شيفت تان. الفقرة الثالثة بيقول لي البعد بين النقطتين 3 وصفر وصفر وسالب 4 بيساوي نقط. ادي القانون البعد بين النقطتين، ادي الجذر التربيعي، ادي هنا مربع زائد مربع، هطرح السنات من بعض هقول 3 ناقص صفر، 3 ناقص صفر، وصفر ناقص ناقص سالب، وصفر ناقص سالب 4 يعني صفر زائد 4. الكلام ده بيساوي 3 ناقص صفر يديني 3، 3 تربيع ب9 زائد صفر زائد 4 4، 4 تربيع ب16، 9 زائد 16 يديني 25. الجذر التربيعي لل 25 5، يبقى 5 وحدات طول، يبقى الفقرة رقم ب. رقم 4 بيقول لي هنا إذا كان المستقيمان س زائد ص يساوي 5 وكاف س زائد 2 ص يساوي 0 متعامدان، فإن قيمة كاف بتساوي. طالما قال لي متعامدان هجيب مين الأول؟ طالما المستقيمان متعامدان هجيب ميل الأول وأضربه في ميل التاني، ولازم أساويهم بسالب 1. ليه؟ لأن هو قال لي المستقيمان متعامدان. عشان أجيب ميل هنا، الميل الأولاني سالب معامل س على معامل ص، يبقى سالب معامل س اللي هو الواحد يبقى سالب 1 على معامل الصاد برضو الواحد، في ميل التاني سالب معامل س، ادي السالب اهو، معامل س اللي هو الكاف على معامل صاد اللي هو العدد اللي جنب الصاد اللي هو الاتنين. الكلام ده كله طبعا بيساوي سالب 1. طبعا انا اقول هنا بسط في بسط ومقام في مقام، سالب في سالب بموجب، واحد في كاف بواحد كاف، واحد في الاتنين باتنين، الكلام ده كله بيساوي سالب 1. انا ممكن اخلي دي على 1 عشان اعمل مقص، هقول له كاف في واحد بواحد كاف يساوي 2 في سالب 1 بسالب 2، يبقى قيمة الكاف بيساوي سالب 2، يبقى اختار الفقرة رقم ألف. تمام، يبقى رقم 4 تاخد الفقرة رقم ألف. ناخد بعد كده الفقرة رقم 5. بيقول لي هنا إذا كانت ألف، النقطة ألف ب5 و7 والنقطة ب بواحد وسالب 1، فإن نقطة منتصف ألف ب. طبعا قانون نقطة المنتصف مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2، مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2. يبقى ادي الفقرة رقم 5. أنا بعمل قوس كده، بجمع السينات هنا واقسمها على 2 واجمع الصادات واقسمها على 2، يعني أقول له كده 5 زائد 1 على 2، 7 زائد سالب 1 يعني 7 ناقص 1 على 2. الكلام ده بيساوي 5 زائد 1 يديني 6، 6 على 2 فيها 3، 7 ناقص 1 يديني 6، 6 على 2 فيها 3، يبقى 3 و3، فأنا هختار الاختيار رقم ب. تاني هجمع 5 و1 6، 6 على 2 فيها 3، 7 ناقص 1 6، 6 على 2 فيها 3. رقم 6 بيقول لي معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة 3 وسالب 5 ويوازي محور الصادات. طالما قال لي يوازي محور الصادات اخد قيمة س، ولو قال لي يوازي محور السينات اخد قيمة ص. طب هنا يوازي محور الصادات اخد قيمة س، يبقى اقول ايه السين بيساوي 3، يبقى اختار الاختيار رقم ألف. ندخل بعد كده على السؤال الثاني رقم ألف. بيقول لي هنا، يبقى انا شغال كده في السؤال الثاني رقم ألف. بدون استخدام الآلة الحاسبة اثبت أن جهة 60 يساوي 2 جهة 30 جتا 30. طالما قال لي اثبت، أنا هجيب الطرف الأيمن وحده واجيب الطرف الأيسر وحده، ولازم هما الاثنين يبقوا متساويين. يبقى أقول له كده الطرف الأيمن بيساوي، الطرف الأيمن هنا جهة 60
وجا 60 معروف بجذر 3 على 2، وأدي للطرف ده رقم 1 أو العلاقة دي رقم 1. نمسك بعد كده الطرف الأيسر. الطرف الأيسر عبارة عن 2 جا 30 جا 30 يساوي 2 في جا 30 جا 30 بنص في جا 30 بجذر 3 على 2. الاتنين مع الاتنين راحت، وواحد في جذر 3 بجذر 3 على 2. الطرف الأيمن طلع بجذر 3 على 2 والطرف الأيسر طلع بجذر 3 على 2، يبقى أقول له كده من 1 و2 الطرفان متساويان. ده كان السؤال الثاني رقم ألف. ندخل بعد كده على رقم ب. بيقول لي هنا ايه؟ اثبت ان النقط ألف بسالب 3 وسالب 1 وب ب6 و5 وج ب3 و3 تقع على استقامة واحدة. أنا عشان أثبت أن النقط دي بتقع على استقامة واحدة لازم الأول أجيب ميل المستقيم أ ب وأجيب ميل المستقيم ب ج. يبقى أول حاجة كده أقول له كده ميل المستقيم أ ب، وهو عبارة عن إيه؟ فرق الصادات على فرق السينات، يبقى صاد 2 ناقص صاد 1 على س 2 ناقص س 1 يساوي أدي أ وأدي ب. صاد 2 ناقص صاد 1 يبقى أقول له كده 5 ناقص ناقص يبقى 5 زائد 1 على س 2 ناقص س 1 يبقى أقول له 6 ناقص ناقص يبقى 6 زائد 3 يساوي 5 و1 6 6 و3 9 على 3 فيها الاتنين 9 على 3 فيها التلاتة. أنا كده جبت مين؟ جبت ميل المستقيم أ ب. أجيب كمان بنفس الخطوات وبنفس الطريقة ميل المستقيم ب ج، برضو فرق الصادات على فرق السينات أدي ب وأدي ج، يبقى أقول له كده 3 ناقص 5 على 3 ناقص 6. 3 ناقص 5 يديني سالب 2 و3 ناقص 6 يديني سالب 3. السالب مع السالب راح يتبقى معايا 2 على 3. ده ميل ب ج. تمام. لو لاحظت معايا لما جبت ميل المستقيم أ ب طلع ب 2 على 3، ولما جبت ميل المستقيم ب ج طلع ب 2 على 3. اروح اقول له ايه؟ اقول له بما ان ميل المستقيم أ ب بيساوي ميل المستقيم ب ج ونقطة ب مشتركة، إذن أ وب وج بتقع على استقامة واحدة. تمام كده؟ يبقى أنا ثبت له إن الألف والب والجيم بتقع على استقامة واحدة عن طريق ميل المستقيم أ ب وميل المستقيم ب ج. لما جبت ميل المستقيم أ ب طلع ب 2 على 3، ولما جبت ميل المستقيم ب ج طلع ب 2 على 3. أقول له بما أن ميل المستقيم أ ب يساوي ميل المستقيم ب ج ونقطة ب مشتركة، إذن النقط أو أ وب وج تقع على استقامة واحدة. ده كان السؤال الثاني. أدخل على السؤال الثالث. السؤال الثالث هنا فيه برضو أ وب. هنبدأ برقم أ، يبقى ج 3 أ. بيقول لي إذا كانت 4 جتا 60 جا 30 يساوي س، فأوجد قيمة س حيث س قياس زاوية إيه؟ حادة. هقول له كده 4 في جتا 60 بنص جا 30 برضو بنص يساوي س. طب هنا هقول له كده 4 في نص بربع يساوي س. ربع في 4 في الربع يديني 1، يعني معنى كده ان س ده كله ده بيديني 1. ايه اللي ب1؟ 45، يبقى قيمة السين هنا ب45 درجة. افرض معرفتش اقول له كده شيفت تان 1 يساوي شيفت تان 1 يساوي هيديني 45 درجة. ده السؤال الثالث أ. هدخل بعد كده على
رقم ب بيقول لي إذا كانت ج ب6 وسالب 4 هي منتصف القطعة المستقيمة أ ب، حيث أ ب5 وسالب 3 اوجد إحداثيي النقطة ب. تعالى كده مع بعض نرسم قطعة مستقيمة. القطعة ديت اسمها أ ب. عندي هنا نقطة ج في المنتصف، نقطة ج في المنتصف، يعني معنى كده المسافة ما بين أ وج هي نفس المسافة ما بين الجيم والب. الجيم بستة وسالب 4، يبقى أنا كده معايا الجيم بستة وسالب 4. الألف بخمسة وسالب 3، أدي 5 وسالب 3. الب هو عايزها، طالما عنديش الب يبقى أنا أفرض له إن الب دي بسين وصاد، وأمشي بقانون نقطة المنتصف. تمام، نقطة المنتصف اللي هي أصلا بستة وسالب 4. أنا هعمل قوس كده، هجمع السينات واقسمهم على 2، واجمع الصادات واقسمهم على 2. انا سحبت نقطة المنتصف من بره، يبقى اقول 5 زائد س على 2. طب ممكن اقول يا مستر س زائد 5؟ يبقى اقول له كده س زائد 5 على 2، وصاد زائد سالب 3، يعني صاد سالب 3 على 2. طالما عندي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، يبقى المسقط الاول يساوي المسقط الاول، والمسقط الثاني يساوي المسقط الثاني. يعني انا هساوي المسقط الاول اللي هو س زائد 5 على 2 بالستة، س زائد 5 على 2 بالستة، واساوي المسقط الثاني اللي هو ص ناقص 3 على 2 بسالب 4. تمام كده. طيب ممكن اخلي دي على 1 واخلي دي على 1 عشان اعمل مقص. هضرب مقص كده، س زائد 5 في 1 بس زائد 5، و2 في 6 ب 12. كام زائد 5 يديني ال 12؟ طبعا 7 زائد 5 يديني 12. ما عرفتش، انا ممكن اعملها بالخطوات. اقول 12 واودي الخمسة الناحية التانية باشارة مخالفة، هتبقى 12 ناقص 5 يديني كام؟ يديني 7. هكذا هنا هضرب س ناقص 3 في 1 بس ناقص 3، واضرب 2 في سالب 4 بسالب 8. طيب انا هنزل الصاد وانزل يساوي وانزل سالب 8، واودي السالب 3 الناحية التانية باشارة مخالفة موجب 3. يبقى هنا لما يبقى عندي عدد بالسالب وعدد بالموجب بطرح واخد اشارة الكبير، الكبير سالب، و8 ناقص 3 يديني 5. يبقى انا عندي كده السين قيمتها ب7 والصاد قيمتها ب5، يبقى نقطة الب 7 وسالب 5. تمام، ده كان السؤال الثالث. ادخل على السؤال الرابع. السؤال الرابع ألف بيقول لي هنا إذا كان المستقيم لم واحد يمر بالنقطتين 3 و1 2 وكاف، والمستقيم لام 2 يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 45، اوجد قيمة كاف إذا كان لام واحد بيوازي لام 2. يعني أنا عندي المستقيم لام واحد بيوازي لام 2. طالما المستقيم لام واحد بيوازي لام 2، يبقى ميل المستقيم الأولاني يساوي ميل المستقيم الثاني. يعني أول حاجة كده أقول إيه؟ هجيب ميل الأول وميل الثاني، يبقى أقول له كده ميل المستقيم ميل لام واحد، ميل المستقيم لام واحد. فرق الصادات على فرق السينات، ليه؟ لأن مديني نقطتين. هطرح هقول إيه؟ كاف ناقص 1، يبقى أقول له كده كاف ناقص 1 في البسط، و2 ناقص 3 في المقام. خلاص؟ طيب يبقى دي كاف ناقص 1، 2 ناقص 3 يديني سالب 1. دي كده جبت ميل إيه؟ ميل المستقيم الأول. طيب بعد كده أجيب له ميل لام 2. المستقيم الثاني هنا مديني زاوية موجبة، وطالما مديني زاوية يبقى على طول أجيب ظا الزاوية، يبقى أقول له كده ظا 45 بيساوي 1 صحيح. طيب جبت ميل الأول وجبت ميل الثاني، هيساويهم ببعض. ليه؟ لأن المستقيمين متوازيين. يعني أقول له كده بما أن لام واحد يوازي لام 2، يبقى إذا ميل الأول يساوي ميل الثاني. على فكرة بالمناسبة حتى لو قال لي متعامدين، أنا سواء قال لي متوازيين أو قال لي متعامدين، أنا لازم أجيب ميل الأول وميل الثاني. لما أنا سويت ميل الأول بميل الثاني، هشيل ميل الأول وحط مكانه كاف ناقص 1 على سالب 1، كاف ناقص 1 على سالب 1 يساوي ميل التاني ب1. ممكن أخليها على 1، مفيش مشاكل، عشان خاطر المقص. هضرب كاف ناقص 1 في 1 بكاف ناقص 1،
وهضرب سالب واحد في واحد بسالب واحد. انزل الكاف يساوي، وهنزل السالب واحد، هودي السالب واحد الناحية التانية بإشارة مخالفة، هتبقى موجب واحد، وسالب واحد زائد واحد يديني صفر، يبقى قيمة الكاف هنا بصفر. تمام، ده كان السؤال الرابع ألف. ندخل بعد كده على السؤال الرابع رقم ب. بيقول لي هنا أ ب ج قائم الزاوية في ج. يبقى أنا كده معايا مثلث أده اهو قائم الزاوية هنا في ج، يعني لازم الجيم تكون ب90. وأدي ألف وأدي ب. أدي أ ب ج قائم الزاوية في ج. أ ج ب6 سنتي، يعني أنا معايا كده الألف ج ب6، ب ج ب8، ومعايا الب ج ب8. فبيقول لي هنا اوجد. طالما قال لي اوجد قبل ما ابص على المطلوب، خلي بالك انا ناقصني الوتر اللي هو الف ب. قبل ما ادخل على المطلوب لازم اجيب الوتر. انا عارف ان في ارقام اسمها ارقام فيثاغورس المشهوره، يعني لما يديني 6 8 يبقى ده على طول 10. طب تعال نجيبه بالخطوات. اول حاجه هقول له بما ان المثلث الف ب ج قائم الزاويه في ج. بما ان المثلث ألف ب ج قائم الزاوية في ج. إذن أنا عايز الألف ب، خلي بالك الألف ب ده وتر، يبقى هربع وربع واجمع، يعني الألف ج ده هربعه هيبقى ألف ج تربيع، زائد الب ج هربعه يبقى ب ج تربيع. يبقى معايا كده الألف ج ب6، ولما أجي أربع الستة هتبقى 36، زائد الب ج ب8، لما أجي أربعها هتبقى ب64. لما أجمع ال36 مع ال64 يديني 100، وجذر ال100 10 زي ما أنا قلتها لكم. يبقى الأرقام دي اسمها أرقام فيثاغورس المشهورة 6 8 10. يبقى هنا الألف ب اللي هو الوتر ما كانش موجود، عشان أجيبه أربع الضلع ده واربع الضلع ده واجمعهم واجيب جذرهم تحت الجذر. تمام كده. طب جبت الالف ب، ايه المطلوب؟ هو عايز مني جتا الف جتا ب، عايز مني جتا الف في جتا ب، جتا الف في جتا ب ناقص جا الف مضروب في جا ب. طيب تعالى كده مع بعض واحده واحده. جتا ألف أنا عارف إن جتا المجاور على الوتر، الألف أهي المجاور للألف اللي هو الضلع ألف ج، والوتر اللي هو ألف ب. طب المجاور بكام؟ ب6 والوتر ب10 في جتا ب أهي المجاور 8 والوتر 10، يبقى أدي 8 على 10 ناقص جا ألف الجاء المقابل على الوتر يبقى 8 على 10 في جا ب المقابل على الوتر يبقى 6 على 10. على فكرة يا جماعة دولة هم دولة وبينهم ناقص، الكلام ده كله هيطلع بصفر. طيب تعال نعمل بالتفصيل. 6 في 8 ب48، بضرب بسط ببسط ومقام في مقام. 6 في 8 ب48، 10 في 10 ب100 ناقص 8 في 6 ب48، 10 في 10 ب100 يساوي. طالما المقامات شبه بعض انا باخد منهم مقام وبجمع، بطرح 48 ناقص 48 يديني صفر، وصفر على 100 او صفر على اي عدد بيديني صفر. تمام كده. يبقى القيمة دي طلعت بكام؟ طلعت بصفر. طيب في مطلوب تاني كمان بيقول لي ايه؟ عايز قياس زاوية ب. انا عشان اجيب قياس زاوية ب اللي هي الزاوية دي كده، متاح معايا ان انا ممكن استخدم جا ب او جتا ب او ظا ب. ليه؟ لان انا عندي الثلاث اضلاع، ممكن اقول مقابل على وتر. طب اقول كده جا ب يساوي مقابل على وتر. طيب تتقال ازاي؟ اهو ادي اهو ادي جا ب، جا ب بيساوي المقابل اللي هو الالف ج والوتر اللي هو الف ب، يبقى جا ب بيساوي الف ج ب6 والف ب ب10. جا ب يساوي 6 على 10، يعني جا ب يساوي 6 من 10
طب انا عايز قياس زاوية ب، يبقى اقول له كده قياس زاوية ب بيساوي، هعمل ايه؟ طالما دي زاوية عايز قياسها اقول له ايه؟ شيفت. هنا عشان جا يبقى اقول له كده شيفت ساين 6/10 يساوي، والناتج اللي هيطلع تضغط كومات شيفت ساين عشان دي جا. طب دي لو جتا شيفت كوزين. طب ليه لو ظا شيفت تان. الناتج في النهاية هيطلع ب36 درجة و52 دقيقة و12 ثانية. تمام؟ ده كان إجابة السؤال الرابع بالكامل. تعالى مع بعض نشوف السؤال الخامس. هو عبارة عن فقرتين. الفقرة الأولى بيقول لي هنا في رقم ألف، يبقى أنا كده في السؤال الخامس ألف. أوجد معادلة المستقيم الذي ميله 2 ويمر بالنقطة. المستقيم بيمر بالنقطة 1 و0. أنا عارف إن معادلة الخط المستقيم هي عبارة عن م س زائد ج. دي المعادلة. لازم أجيب الميل والجيم. الميل هو مدهوني بيقول لي هنا ميله ب2، يبقى كل اللي أنا هعمله إن أنا هشيل الميل وأحط 2، هيصبح صاد يساوي 2 س زائد ج. عشان أجيب الجيم لازم أعوض بالنقطة اللي مر بيها. أقول له بما أن المستقيم يمر بالنقطة 1 و0، هشيل السين وحط 1، واشيل الصاد وحط 0، الصاد وحط 0 يساوي 2 في السين بكام؟ ب1 زائد الجيم، يبقى 0 بيساوي 2 في 1 ب2 زائد الجيم. هودي الاتنين الناحية التانية بإشارة مخالفة، هيبقى -2 يساوي ج. يعني معنى كده إن الجيم بسالب إيه؟ 2. أروح أرجع أعيد صياغة المعادلة من تاني. أروح أقول له إيه؟ صاد يساوي 2 س، وهشيل الجيم دي خالص وأحط مكانها -2، يبقى 2 س ناقص إيه؟ ناقص 2. ودي معادلة الخط المستقيم. السؤال الخامس رقم ألف. آخر سؤال أو آخر فقرة في السؤال الخامس وفي النموذج الأول بيقول لي هنا اثبت أن النقط ألف وب وج. مديني نقطة الألف ومديني نقطة الب ومديني نقطة الجيم الواقعة في مستوى إحداثي متعامد تمر بها دائرة واحدة مركزها النقطة م -1 و2، ثم أوجد محيط الدائرة. المسألة دي طبعا الفكرة بتاعتها في إن أنا لما يكون عندي دايرة والدايرة دي مركزها م، ولتكن أنا عندي نقطة هنا اسمها ألف ونقطة هنا اسمها ب ونقطة اسمها ج اللي هم مديهم لي. وطبعا هنا مديني نقطة الألف ب3 و1، مديني نقطة الب ب4 و6، مديني نقطة الجيم ب2 و2، ومديني هنا المركز اللي هو -1، المركز مدهوني ب1 و2، -1 و2. هو عايز يثبت ان النقط دي تمر بها دائرة واحدة. يبقى كل اللي انا هعمله لازم اجيب البعد ما بين الميم ألف والبعد ما بين الميم ب والبعد ما بين الميم ج، وفي النهاية هلاقي ان التلاتة دول قد بعض، الميم ألف والميم ب والميم ج. وطالما هم قد بعض يبقى النقاط ديت هتمر بيهم دائرة واحدة، وهيصبح في الحالة دي الميم ألف نصف قطر والميم ب نصف قطر والميم ج نصف قطر. تعال نجيب بالبعد بين نقطتين الميم ألف والميم ب والميم ج. يبقى أول حاجة كده أقول له ميم ألف، أحضر كده الجذر بتاعي والتربيع، أده أهو مربع زائد مربع. هقول كده -1 ناقص 3 مربع فرق السينات، -1 ناقص 3 -1 ناقص 3، وهنا 2 ناقص 1 يبقى 2 زائد 1. خلاص طيب. -1 ناقص 3 يديني -4 تربيع ب16 زائد 2 و1 3 تربيع ب9. طبعا هنا 16 زائد 9 يديني 25، وال25 جذرها 5 وحدات طول. انا جبت كده ميم ألف. تعالى مع بعض بنفس الطريقة نجيب ميم ب. ادي مربع وادي مربع، ادي ميم ب، او خلينا من هنا ميم ب. يبقى اقول له كده فرق السينات تربيع، -1 ناقص 4 يبقى -1 زائد 4. كده اقول 2 ناقص 6، 2 ناقص 6 يساوي -1 زائد 4 يديني 3،
3 تربيع ب9. 2 ناقص 6 يديني -4. -4 تربيع ب16. طبعا هنا اهو ال9 زائد 16 يديني 25، وال25 جذرها 5 وحدات طول. لاحظ معايا ان انا لما جبت الميم ألف طلعت ب5 وحدات طول، ولما جبت الميم ب طلعت ب5 وحدات طول. اكيد الميم ج برضو لازم تطلع ب5 وحدات طول. ادي اهو، ادي قوس عليه تربيع وادي قوس عليه تربيع. ادي ميم جيم، هطرح السينات -1 ناقص 2، واطرح الصادات 2 ناقص ناقص يبقى 2 زائد 2. الكلام ده بيساوي -1 ناقص 2 يديني -3. -3 تربيع ب9، و2 زائد 2 يديني 4. 4 تربيع ب16. 9 زائد 16 يديني 25. ال25 جذرها 5 يبقى 5 وحدات طول. اروح اقول ايه؟ بما ان ميم ألف يساوي ميم ب يساوي ميم جيم، إذا النقط ألف وب وجيم تمر بها دائرة واحدة. يبقى إيه؟ ألف وب وجيم تمر بها دائرة واحدة. طالما مرت بيهم دائرة واحدة أصبح زي ما أنا قلت لكم في البداية الميم ألف نصف قطر، الميم ب نصف قطر، الميم ج نصف قطر. هو كمان عايز محيط الدايرة. محيط الدايرة سواء طلب مني محيط الدايرة أو مساحة الدايرة لازم يكون نصف القطر عندي اللي أنا جبته. يبقى أقول له كده محيط الدائرة بيساوي 2 باي نق. يبقى 2 في الباي في النق، نصف القطر اللي أنا جبته سواء الميم ألف أو الميم ب أو الميم ج يبقى 5. 2 في 5 ب10. 10 إيه؟ 10 باي وحدة طول. يبقى ده محيط الدايرة. لو احتاج مني مساحة الدايرة أقول له باي نق تربيع. ده كان اللي هو النموذج الأول. بكده وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. ان شاء الله هنعمل فيديو تاني بحل النموذج التاني. اشوفكم على خير، اتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.